واخيرا الحل النهائي لمشكله تفعيل الجوجل بلاي في مصر. من الاخر كده في 3 دقايق هيبقى معاك حساب جوجل بلاي كامل مفعل بالفيزا. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. يا ريت تتابعني لاخر الفيديو، لان في اخر الفيديو هتعرف معلومه انت ممكن تسالني عنها في الكومنتات، عشان كده تابعني كويس قوي وركز. زي ما انتم شايفين انا معايا 50 جنيه من الفيديو اللي فات، كنت شاحن بفيزا تانية ولسه رصيدي زي ما هو وما عملتش اي معاملات. خلينا نشوف هنربط مع بعض فيزا نيكستا ازاي بجوجل بلاي، وهل هتقبل معانا ولا لا. اول حاجه عملتها رحت على الموبايل وفتحت تطبيق البلاي ستور، وبعد كده جيت فوق عند الدايره دي عند الاكونت واخترت payments and subscriptions او مدفوعات واشتراكات، وبعد كده اخترت payment methods او وسائل الدفع. طبعا انا كنت ضايف فيزا قبل كده، لكن انا دلوقتي هضيف فيزا. طبعا مكتوب لي كريدت او ديبت، طبعا نيكستا بريبيد، بس هنشوف مع بعض كده هتشتغل معانا ولا لا. هنا بيطلب مني ال 16 رقم بتوع البطاقه، احط ال 16 رقم بتوع فيزا نيكستا زي ما مكتوبين على ظهر البطاقه. بعد كده هيطلب مني تاريخ الانتهاء والسي في سي كود، الاتنين برضو مكتوبين على ظهر البطاقه. لو حسابك جديد بتكتب عنوانك زي ما هو في البطاقه واسمك، وبعد كده بتعمل سيف عادي خالص. بعد كده هنا زي ما انتم شايفين طلب مني ان انا اعمل توثيق على pay.google.com، وهي دي النقطة اللي بيقف عندها ناس كتير. احيانا ناس كتير بيجوا يربطوا البطاقة ما بيوصل لهمش رمز التفعيل نتيجة ان هم ما وثقوش البطاقة. طيب بيحصل ده ازاي؟ اول حاجه بدخل على اللينك ده من خلال المتصفح بتاعي اللي هو pay.google.com، وبعد كده زي ما انتم شايفين بيفتح معايا حاجه اسمها payment center. بضغط على ال3 شرط اللي على الشمال دول، بختار منهم الوسائل الدفع او payment methods. اول ما بضغط عليها بيجيب لي البطاقات اللي انا رابطها بحساب الجوجل بلاي بتاعي، منهم البطاقه اللي مكتوب عليها verification needed، وهي دي البطاقه بتاعت نيكستا اللي انا رابطها، يعني التوثيق مطلوب. بضغط هنا على الزرار اللي انتم شايفينه ده، بضغط على توثيق او فيريفاي. اول ما بضغط على التوثيق بيقول لي ان هو هيبعت رمز على الفيزا ويخصم مني فلوس عشان ياكد الفيزا، فبيطلب مني ان اضغط على جيت كود، فبضغط على جيت كود. بيقول لي دلوقتي ان هو هيبعت لي رمز مكون من كلمه جوجل ونجمه 05 دي، ومن بعدها ارقام 6 ارقام كده. هو عايز ال6 ارقام دول. المفروض ان انا اروح على تطبيق نيكستا. اول ما فتحت التطبيق زي ما انتم شايفين ظهر لي فعلا الرمز اللي هو اوله جوجل وبعده النجمه و05 دي. بعد كده في 6 ارقام هم دول اللي انا بحطهم بالظبط، ومكتوب طبعا مخصوم 6 جنيه، وبالتالي رصيدي بقى 44 جنيه. بروح واحط الرمز اللي هو مكون من 6 ارقام دول زي ما هم كده في حساب الجوجل بلاي، وبعد كده بضغط على فيريفاي. بعد ما بضغط على فيريفاي مبروك عليك، انت كده وثقت الفيزا، والفيزا تقدر تشتري بيها اي حاجه من خلال الجوجل بلاي. يعني خلاص بقى وداعا لمشاكل يلا باي، مشاكل تلدا، مشاكل كل الكلام ده. من الاخر كده انت فعلت حساب الجوجل بلاي بتاعك وانت قاعد. وعلى فكره انا حسابي مصري، ولا استخدمت في بي ان، ولا مستخدم متصفح خفي، ولا مستخدم اي حاجه. الحساب ده قديم وجربته على فيز قبل كده، يعني ما احتجتش بقى ان انا استخدم متصفح خفي او اعمل حساب جديد زي ما كنا بنحل المشاكل بتاعه البطاقات التانية. طبعا وانا بعمل مونتاج للفيديو جاي ببص كده على التطبيق، اتفاجئت ان بعد بالظبط ساعة ونص رجعوا لي ال6 جنيه زي ما هم، وبالتالي رصيدي بالكامل رجع 50 جنيه. وبالتالي كده خلاص الناس اللي بتقول ان مثلا ممكن يخصم منها فلوس وما يرجعش، هو رجع معايا بعد ساعة ونص، ودي تجربتي. اتمنى بكده ان انا اكون وصلت لك المعلومة. من رأيي الشخصي فيزا نيكستا يعني في تطور شديد جدا، وان هي دلوقتي ابتدت تحل مشاكل كنت شايفها ببطاقات تانية. ان شاء الله الفترة الجاية هنكمل السلسلة بتاعت نيكستا على تطبيقات تانية، ونشوف بقى هتنفع معانا ولا لا. شكرا جدا يا جماعة على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.